السلام عليكم. في البدء يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك ثم تنتصر. ده كلام غاندي، بس هو غاندي انت مالي ايدك من موضوع ينتصر ده؟ اصلا اعرف ناس ما انتصرتش عادي. بطل حكايه النهارده مثلا كان عنده فكره ثوريه جدا ممكن تخلي العالم كله مكان احسن، وتجاهلوه وسخروا منه وحاربوه بس ما انتصرش، على الاقل مش بالمعنى التقليدي للنصر. مش عارفه، خلينا ناخد كده رحله عبر الخيال والزمن ونحاول نفهم حقيقه اللي حصل في واحده من اكتر الفترات الحرجه في تاريخ مصر القديم. الجايد بتاعنا في الرحله دي هيكون عم الناس وبابا المجال بذات نفسه، نجيب محفوظ، في روايته العائش في الحقيقه. انا جنة عادل وهدي السحلي. احنا حاليا على ظهر مركب في النيل في ساعة مغربية من ايام. المركب دي سابت مدينة سايس الفرعونية اللي هي النهاردة صال حجر موجودة في الغربية، واتحركت عكس التيار ناحية الصعيد. على ظهر المركب بنشوف الشاب الاسمراني الوسيم ميريمون قاعد هو والحاج ابو ميريمون تحت مظلة فخمة. المفروض ان هما دلوقتي في طريقهم لزيارة اخت ميريمون متجوزة هي وعايشة في مدينة بانوبوليس اللي هي النهاردة اخميم في سوهاج. وفات الكثير من الرحلة وما بقاش الا القليل. فجأة بيلمح ميريمون اشباح مدينة مهجورة شكلها كده بيقول انها شافت ايام عز تليق باللي كان حاصل في الفترة دي، بس واضح كده ان الزمن اداها ظهره وتحولت لخرابة كبيرة ينعق فيها الطير. شجر كتير بس كله دبلان، قصور فخمة بس مظلمة وابوابها مقفولة، شوارع واسعة بس ما فيهاش حد، زي ما تكون مدينة اموات. ميريمون بيبص على المدينة وبعدين بيسأل ابوه هو ايه الحوار ده يا حاج ابو ميري. وخلينا هنا ناخد وقفة سريعة مع شخصية ابو ميريمون. في الرواية المفروض ان ابو ميريمون موظف كبير من موظفين الدولة، مش عارفين بالظبط شغلته ايه، بس اللي عارفينه ان هو شخص ذكي وحكيم وعنده علاقات كتير قوي بناس مهمين. الحاج ابو ميري بيسمع السؤال وشه بيقلب، دي مدينة الملعون الكافر الله يكحمه مطرح ما راح، ايه القفش ده يا ابو ميري؟ في ايه ده؟ احنا في مركب على النيل حتى. بس ابو ميري معذور، لان المدينة اللي ميريمون كان بيشاور عليها كانت مدينة اخيتاتون اللي هي النهارده تل العمارنة. فاكرين في الفيلم الراجل المريب اللي كان بيطلع من التلفزيون ويقول للبنى عبد العزيز هامي السعودي الى اخيتاتون؟ هي دي اخيتاتون. ميريمون بيسأل تفتكر لسه في حد هناك يا حاج؟ فابوه وشه بيقلب اكتر، تلاقي العقربه مرات الفاسق المارق ده لسه عايشه هناك، وفي كام جندي بيحرسوها وكام شغاله كده بيشوفوا طلباتها. طبعا هو قصده بالعقربه دي نفرتيتي جميله الجميلات، الست حرفيا اسمها معناه الجميله جت. بيسرح ميريمون وبيحاول يتخيل يا ترى نفرتيتي عايشه ازاي دلوقتي، شايفه الدنيا ازاي بعد ما جوزها اتهزم وثورته باظت. وفي نوبه حماس مفاجاه بيقرر ميريمون قرار خطير. بقول لك ايه يا ابو ميري، انا عرفت انا خلاص عايز اعمل ايه في حياتي، انا عايز ادور على الحقيقه. حقيقه ايه يا ابني مالك بس؟ وبعدين الحقيقه ما انت عارفها من كهنه الطيبه، هم ليهم سيره الا اخناتون واللي عملوا اخناتون في البلد. ميريمون عمل حركه قصف جبهه كده اللي هو علمونا في المعبد يا والدي انك عشان توصل للحقيقه لازم تسمع الناس كلها، وانت اسم الله عليك كل اللي بتسمعه في المعبد بتعمل بيه قوي يعني. جرى ايه يا ابو ميري؟ هو لا كده عاجب ولا كده عاجب ولا ايه؟ وبعدين ابتدى ميريمون يجر ناعم كده اللي هو انت ما نفسكش يا ابو ميريمون تشوفني راجل اديب ومؤرخ قد الدنيا، اجمع تاريخ بلدنا واسجله وادور على الحقيقه مهما كانت غريبه او مزعجه؟ ابو ميريمون بيسمع الكلمتين دول بيتكيف، بس تفضل قدامنا مشكله، اخناتون مات، فين بقى الاطراف اللي انت عايز تسمعها؟ ميريمون قال له بسيطه، هو مات بس ناس كتير من اللي كانوا عايشين حواليه وشهدوا الفتره الحرجه دي من تاريخنا لسه موجودين، انا عايزك بس تكتب لي كام برديات توصيه كده ادخل بيها عليهم عشان يرضوا يحكوا لي. ابو ميريمون بيوافق وبيديله البرديات وبيقول له كلمتين يحطهم حلقه في ودنه. ميريمون يا ابني انت هتروح في رحله طويله وهتشوف ناس اشكال والوان وهتسمع كلام عكس بعضه، اهم حاجه انك لا تستفز صاحب سلطان ولا تشمت في حد غدر بيه الزمان، وخليك كده زي التاريخ اسمع من الكل والحقيقه تديها بس اللي بيدور عليها. بياخد ميريمون الكلمتين وبيشد في رحلته الطويله للبحث عن حقيقه اخناتون واللي عمله في البلد. يروح فين اول ما يروح طيبه. بيوصل ميريمون العاصمه الكبيره وهي في عز مجدها، الاسواق الكبيره، الشوارع الواسعه، المعابد العظيمه، بيتحول لقروي ساذج بهارات واضواء المدينه، عليا الطلاق احنا معايشين. بيوصل على معبد امون وبيطلب مقابله كبير الكهنه وبيديله جواب التوصيه اللي باباه كتبه له. واضح ان كبير الكهنه وباباه كانوا اصحاب من زمان، لان الراجل بيقابله بالترحاب وبيقعد يشكر في ابوه. الشدايد يا ابني هي اللي بتبين معادن الرجال، وابوك معدنه اصيل، وقف جنبنا كتير قوي ايام الفوضى والخراب. شكرا يا عم والله كتر خيرك. بقول لك بمناسبه الفوضى والخراب بقى، هو ايه بالظبط اللي حصل في البلد؟ الموضوع ابتدى ازاي بالظبط؟ قال له والله يا ابني انا شايف ان الموضوع ابتدى من الملكه الام تي منها لله الله يسامحه امنحتب الثالث اللي بلانا بيها. بس ما هو امنحتب معذور برضه، ما تعبش في تكوين الامبراطوريه زي اجداده، ما كانش مطلوب منه غير انه يحافظ على اللي ورثه ويجيب لنا ولي عهد يكمل من بعده. راح اتجوز الست تي من عامه الشعب عادي ما فيهاش دماء ملكيه، وفي الاخر جابت لنا المحروس اللي كان هيضيع البلد. ميريمون طبعا قاعد بيسمع من غير اي انفعالات عملا بوصيه ابوه، وده بيخلي الكاهن يجيب كل اللي في عبه.
امنحتب الثالث يا ابني كان راجل نزيه، ياكل احسن اكل ويلبس احسن لبس ومجوهرات ويبني افخم القصور والمعابد. كانت ايام عز والدنيا كانت مساعداه، استقرار ورخاء. ده غير الستات طبعا، الله يرحمه كانت عينه زايغه، كل ما يفتح بلد يتجوز بنت الملك بتاعها عشان العلاقات الخارجيه. بس تي كانت داهيه، بالرغم انها مش ملكه ولا فيها دماء ملكيه، بس كانت عارفه كويس قوي هي عايزه ايه، عايزه السلطه، وعرفت تسيستمه. عايز تعك ماشي براحتك، بس كتفي بكتفك في الحكم. كل تفصيله كبيره او صغيره عن حال البلد كانت عارفاها، وبعدين ابتدت تتدخل وتسوق فيها. قال ايه، عايزين نوسع نطاق الدراسات الدينيه، مش هينفع نركز على امون بس ونسيب باقي الالهه، ما تيجوا ندرس اتون اله الشمس. بصراحه ما ارتحتش لكلامها. طول عمر امون كبير آلهة مصر، وكهنة امون هم اللي بيدوا البركة للفرعون، هم وعلمهم وسحرهم وبركة امون اللي ساعدوا اجدادنا يوسعوا الامبراطورية لحد ما توصل للي هي فيه ده. تقول لي قال ايه، اتون هيبقى اقرب للشعوب الجديدة اللي ضمناها للامبراطورية بتاعتنا من امون اللي احنا بس عارفين طقوسه وفاهمينها. اتون الشمس بتطلع على الناس كلها، وسهل ان الشعوب الجديدة تقتنع بعبادة اله للشمس. من امتى الغزاة والفاتحين بياخدوا رأي الشعوب في عقيدة الدولة؟ قال ايه، نكسبهم بالحب بدل القمع. بس انا كنت فاهم كويس قوي هي عايزه ايه، هي عايزه تحجمنا وتقلل من سلطتنا وتجرأ علينا كهنه الاقاليم. ما كانتش مساله دين، كانت لعبه سياسه وموازين قوه. بس ابنها المحروس ما فهمش لعبه امه الكبيره، صدق في اتون والشمس والحب والسلام. عمري ما ارتحت له الواد ده، ما اعرفش اصلا اذا كان ابن امنحتب الثالث ولا خلينا ساكتين. ملامحه زي البنات وجسمه زي البنات وحتى طبعه زي البنات. وشوف يا اخي، ده يعيش وابنها التاني الاكبر الجميل القوي هو اللي يموت. من صغره وهو مش راضي عن امون، شرب حب اتون من امه، لحد ما وصلتني الاخبار انه بطل يروح معبد امون، وانه بقى بيقولها كده بالفم المليان للحاشيه، انه ما بيحبش امون وبيحب اتون وبيفضلوا عليه. وقلت لهم، قلت للملك والملك، اللي بيعملوا ولي العهد ده اخرته خراب علينا كلنا، لازم يفوق بدري بدري قبل ما يكبر بالافكار دي ولعنه امون تحل علينا كلنا، وهيبه الدوله اللي هي من هيبه امون تضيع. قالوا لي عيل بكره يكبر، لما يبدأ تدريباته العسكرية هيفهم مسؤولياته. لا فلح في التدريبات العسكرية ولا رجع عن اللي في دماغه. أبوه بعته في رحلة يزور فيها أقاليم مصر، يتفرج على الإمبراطورية الكبيرة اللي مستنياه ويعرف الشيلة التقيلة اللي مسيره يشيلها، وبدل ما يعقل رمى تقاليدنا في الزبالة وضيع هيبة الفرعون. بقى ينزل يقابل الناس في الغيطان عادي، ولما كبر شوية كمان غير لنا اسمه، قال ايه، من النهاردة أنا إخناتون مش أمنحتب. بالمناسبة ده إعلان حرب على الهادي. امنحتب معناها امون يرضى، اخناتون معناها اتون يرضى، فواضح انه كان عايز يولع الدنيا. بس اخناتون ما وقفش عند كده، ده بعد فتره هينكر اتون اله الشمس نفسه، ويقول ان حتى الشمس نفسها مش اله، وان في اله تاني واحد هو اللي خلق كل حاجه وخلق الشمس، وانه موجود في كل مكان بس ما حدش يقدر يشوفه، وان هو اللي اوحاله وعرفه بوجوده. لما سمعت الكلام ده يا ميري يا ابني قلت خلاص مشاكلنا اتحلت، ولي العهد اتجنن، وكده اللي هيورث الحكم واحد من اخواته الصغيرين سن خراع او توت عنخ امون. بس يا ريته كان طلع مجنون، ما كانش مجنون، لا كان كافر ومستهتر. كل ده وميري مون بيسمع برضه من غير ما يدي اي رياكشنات، اصل ده كبير كهنه امون، حد سلطته في البلد ما تقلش عن سلطه الفرعون نفسه. بيكمل الكاهن لميري مون، لما اتجوز افتكرت ان حاله هينصلح، بس هينصلح منين؟ ما هو عمل زي ابوه، راح اتجوز لنا واحده من عامه الشعب مش من اصل ملكي، العقربه اللي اسمها نفرتيتي دي، مع اني رحت لها في اول جوازهم وفهمتها الوضع كويس وعرفتها واجباتها كملك، وقلت لها ان اللي اخناتون ماشي فيه ده هيضيع البلد، قلت لها ان الفرعون من غير كهنه ما يكملش، والملك من غير دين عمره ما يدوم، الشعب هيقلب علينا، والشعوب الجديده اللي ضمناها للامبراطوريه بتاعتنا هتنهش حدودنا. لكن خذلتني وخانت البلد وصدقت الهذيان اللي كان بيقوله. ومات ابوه امنحتب الثالث وورث هو الحكم بداله، وضرب بكل التقاليد والتاريخ بتوعنا عرض الحائط. بدل ما يتوج في معبد امون زي اجداده المؤمنين، راح عمل التتويج بتاعه تحت الشمس في نور الهه اللي محدش شايفه غيره، وابتدى يدعي الناس اللي حواليه للدين الجديد بتاعه، واللي يوافق منهم يخليه من رجالته ويمسكوا منصب. كلهم منافقين، انا متاكد عملوا نفسهم مصدقين في اللي هو بيقوله ومؤمنين بالدين الجديد بتاعه ده علشان يوصلوا للمناصب، واول ما اجتمعنا عليه ووقفناه عند حده سابوه كلهم. كانت ايام سودا يا ميري مون يا ابني، تصور وصلت بيه البجاحه انه يبني معبد للاله بتاعه ده في مدينة طيبة، مدينة أمون المقدسة. مش كده وبس، ده قفل معبد أمون وقفل كل المعابد وشرد الكهنة وصادر أوقاف الآلهة التانية كلها. ولما ضيقناها عليه في طيبة بالتمرد والعصيان، خد أتباعه وطلع عمل مدينة جديدة أخيداتون دي، وبقى ينزل بنفسه للشعب هو والست هانم نفرتيتي ويدعوهم للدين الجديد بتاعه. والشعب يا ابني كان تايه، مش عارفين يعملوا إيه، يسمعوا كلام الفرعون بتاعهم ويصدقوا الدين الجديد اللي هو جايبه، ولا يفضلوا على عهدهم وإيمانهم بالآلهة القديمة بتاعتهم. ربكهم كلام
فرعون عن الدين الجديد بتاع الحب والسلام. حب ايه؟ لما موظف يأثر في الدولة نعاقبه بالحب، ولما الأعداء يهجموا على الحدود بتاعتنا نحاربهم بالحب. البلد باظت والحدود كانت ابتدت تقع، والأمراء بعتوا يطلبوا مننا جيوش، بعت لهم قصايد حب، وماتوا وهم بيدافعوا عن حدود بلدنا عشان البي ما بيحبش العنف. مريمون يا ابني، من أمن العقاب أساء الأدب. وفي عهد المجنون ده كل الناس أمنت العقاب وكلهم أساءوا الأدب. الخيرات اللي كانت بتيجي لمصر من كل البلاد اللي فتحناها بطلت تيجي، الأسواق فضيت والناس جاعت. كنت شايف الحرب الأهلية بتقرب علينا. لعنة أمون طبعا، كان لازم أتصرف. بعت له أمه الست تي هانم تكلمه تعقله وترجعه عن اللي هو بيعمله ده، ما سمعش كلام. في النهاية رحت بنفسي لمدينته الملعونة وقابلت رجالته وقلت لهم إن أنا مش لوحدي، أنا ممكن بإشارة واحدة أخلي الجيش يهجم عليه ويقتله ويقتلهم كلهم. وبرغم إن ما عنديش ثقة في ولا واحد فيهم ومتأكد إنهم بتوع مصلحتهم ومعاهم عليهم، لكن أشهد لهم إن هم عملوا المطلوب منهم وادوا له أوبشنين: يا إما يتنازل عن الحكم الواحد من إخواته ويعيش بقى مع نفسه في دنيا الحب والتوحيد، يا إما يعلن حرية الأديان ويفتح المعابد تاني ويبعت جيوش تأمن حدود الإمبراطورية بتاعتنا. وزي ما أنا كنت متوقع رفض طبعا، بس عين أخوه سن خراعة يبقى شريك معاه في الحكم. فإحنا تجاهلناهم وعيننا اخوهم الاصغر الثالث توت عنخ امون يبقى ملك علينا ويرجعنا لعباده امون. ولما اللي حواليه ابتدوا يشوفوا كده سابوه وسابوا اخيتاتون ورجعوا على طيبه تاني. وحتى مراته المخفيه اللي اسمها نفرتيتي دي سابت له القصر وراحت عاشت في قصر لوحدها في اخيتاتون برضه. ما استجرتش طبعا تيجي طيبه، كانت عارفه ان محدش بيثق فيها. وفي الاخر اهو فضل عايش لوحده لحد ما مات ملعون ووحيد بعد ما خرب البلد وكان هيوديها في 60 داهيه. ودي يا ابني حكايه الملعون اللي اسمه اخناتون ده، سجلها في دفترك من غير تزويق علشان التاريخ يشهد هو عمل فينا ايه. بيسمع مريمون الكلمتين من كبير كهنة آمون وبيسجلهم وبيشد في المحطة التانية في رحلته الطويلة للبحث عن الحقيقة. ودي بقى حاجة نشوفها السحلة الجاية وعلينا خير. المهم خلينا دلوقتي في موقف كبير كهنة آمون. في النهاية هو شخصية دينية كبيرة بيطلب منه مرة واحدة يتخلى عن كل حاجة هو كان مؤمن بيها، كل التقاليد والأصول اللي عاش عليها وشافها بتنجح في حماية الدولة وتوسيعها. تفتكروا كان خايف على البلد فعلا ولا خايف على سلطته ومنصبه؟ قولولي في الكومنتس رأيكم ايه. لو عجبتكم السحلة دي لايك، شير وسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.